أهلا وسهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم التاني. درسنا النهاردة بعنوان إفريقيا من الاستعمار إلى التحرر. أهلا بكم. التحرر الوطني واليقظة القومية عند الشعوب الإفريقية في بداية قرن العشرين كان ليها كده عدة أسباب. بعد الحرب العالمية يعني في 1918 عالمية الأولى كان في رئيس أمريكي اسمه ويلسون ده أمريكي قال من حق كل شعب تقرير مصيره، فزادت مطالبة حرية ومعاها ديمقراطية. بعد شعور الاضطهاد وتدهور اقتصاد بلادهم وظهرت نخبة وطنية نادوا بإيه بالحرية والاستقلال لبلادهم، وتنظيم حركة شعبية للمناداة بالحرية ومنع تمييز عنصري والاستعمار لبلادهم.